طيب انا عارف انك الوقت المفروض تكون مستني حلقه البايرن والليفر، لكن دلوقتي انت اتفاجئت بان النوتيفيكيشن جالك بنصايح الجوله 31. في الحقيقه انا في العادي بتفرج على الماتشات في البيت وبعد كده بخلص واقوم اكتب الحلقه واصور وارفع على طول. لكن اللي جد امبارح بقى ان اتفرجت على الماتش مع اصحابي بره ورجعت البيت الساعه 3 الفجر، فما كانش في وقت ان اصور ولا اكتب ولا اعمل اي حاجه. فحتما يعني حلقه الليفر والبايرن هتنزل بس غالبا هتنزل بكره الجمعه مش النهارده. لكن دلوقتي هنتكلم عن الجوله 31 البلان جيم ويك. طبعا كلنا اتفاجئنا واتغفلنا بان نص اللعيبه بتاعتنا مش هتلعب، لكن في ناس ناصحه بقى كانت محضره لها من جولات سابقه وقعدت تجيب لعيبه هتلعب في الجوله 31. ويا سلام بقى لو لسه معاك الفري هيت، هو ده وقته بقى، ده وقت الفري هيت لازم نفعله في الوقت ده. انا طبعا لعبت الفري هيت من زمان واتفاجئت ان في 6 لعيبه عندي مش هيلعبوا. انت متخيل الرقم؟ عارف يعني ايه 6 لعيبه؟ فانت بقى لو معاك الفري هيت فاهلا وسهلا بيك. وخد بالك ان الجوله دي مش جوله وايلد كارد، يعني انت لو معاك وايلد كارد ولسه ما فعلتوش هتلاقي تحت في الديسكربشن او في الوصف او حتى فوق هنا او هنا حلقتين عن الوايلد كارد، الجزء الاول والجزء الثاني. لكن الجوله دي ما تفعلش الوايلد كارد لانك هتحتاج تجيب لعيبه وبعد كده مش هتحتاجها قوي. فالجوله دي جوله الفري هيت، ولو ما فيش فري هيت يبقى الحل في الماينس. وهنا بقى لازم نمشي على حبه نصايح. بما ان انا عندي 2 ترانسفير لان ما عملتش ترانسفير الجوله اللي فاتت، فهعمل ماينس 8 بس، عشان كده اكون قدرت اغير 4 لعيبه واجيب 4 لعيبه ثانيين، وكده يكون في واحد مش هيلعب احسن ما 5 ما يلعبوش. انت برضه سواء كان معاك فري هيت او ما معاكش او حتى ما معاكش 2 ترانسفير ما تزيدش عن ماينس 8 الا لو انت واثق ومتاكد قوي. لانك تعالى احسبها كده، ما تروحش مثلا تجيب لي 4 لعيبه كل واحد فيهم ماينس 4 وفي الاخر ما يعملوش حاجه وياخدوا نقط المشاركه بس، ولا واحد فيهم ياخد كارت اصفر كمان وفي الاخر يجيب لك نقطه ولا 2، يبقى انت كده جبت ماينس 3 اللعيب ما جابلكش حاجه اصلا وملوش لازمه، لان كده كده هتحتاج تبيعه في الجولات اللي بعد كده. ففكر واحسبها كويس قوي قبل ما تعمل ماينس. ففي الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم على اللعيبه اللي تجيبها بماينس عشان تقدر تعليك الجوله الجايه. فيلا بينا نخش في التفاصيل. طيب مبدئيا عندنا بورنموث ونيوكاسل. في بورنموث واقعيا مفيش كلين شيت من الطرفين. بورنموث على الرغم ان هي من الفرق الهجوميه جدا الا ان بيخش فيها جوال عادي، ونيوكاسل عندها 2 مهاجمين زي بيريز وزي روندون معلين الدنيا على الاخر، او تقدر تقول انا بعشم نفسي عشان معايا روندون يعني. فمدافعين الفرقتين دول بلاش منهم خالص. لو هنمسك بورنموث بقى فلازم نتكلم على عوده الثنائي ويلسون وفريزر. كل لعيبه الفانزي عارفين من بدايه الموسم لو ويلسون موجود فريزر موجود، لو فريزر موجود ويلسون موجود، لو واحد فيهم اختفى التاني مش هيبقى موجود. ما تفهمش ايه السبب هنا، لكن الاثنين بيشتغلوا مع بعض وبيعطلوا مع بعض. فانت لو معاك واحد منهم وقدرت تجيب الثاني كمان سواء بالماينس او بالترانسفير فيبقى انت كده عملت الصح خالص. ببساطه لو ويلسون جاب جون هتلاقي الاسيست بتاعه من فريزر، ولو فريزر جاب جون هتلاقي الاسيست بتاعه من ويلسون. فالاثنين دول لو معاك هتضمن اكبر نقط. بس برضه الاثنين دول لو معاك واحد فيهم ما عملش حاجه طبيعي جدا الثاني مش هتلاقيه عمل حاجه. ففكر واحسبها كويس قوي قبل ما تعمل ماينس. من خلال قرايتي للماتش فحاسس ان ويلسون هيسجل الجوله الجايه لكن فريزر مش هيسجل بس هيعمل اسيست. فمثلا لو جيت حسبتها هتلاقي ان فريزر يعمل اسيست ب4 وياخد له نقطتين مشاركه يبقوا 6 نقط، وانت عملت ماينس عشان تجيبه ب4 يبقى انت كده خدت نقطتين منه بس. لو انت بقى هترضى بالاثنين اعمل ماينس، مش هترضى وهتخليها زيرو وخلاص اعمل اللي انت عايزه. على الجانب الثاني برضه من نيوكاسل ممكن تبص على روندون. زي ما قلنا بورنموث جامده جدا هجوميا لكن دفاعيا بيخش فيها جوال عادي، فروندون برضه خيار مش وحش بس لو مش معاك ما تشتريهوش. لكن لو معاك زي حالاتي كده لعبه لانك ما عندكش حل ثاني اصلا. ونفس الكلام بتاع روندون ينطبق على بيريز بالظبط. بعد كده هنخش على بيرنلي وليستر. في بيرنلي طبعا اديك شايف ليستر عامله ازاي من ساعه ما رودريجز جه والفرقه عامله اعلى اداء حتى لو خسر. فمفيش كلام انك لازم تبص على فاردي لانه واحد من المهاجمين التقال قوي في اخر 3 جولات، واتوقع انه هيكمل التالق ده في الجوله دي كمان، خاصه ان بيرنلي من الفرق الغريبه جدا اللي بتعمل ماتش عالي قوي بره ارضها لكن على ارضها بتعمل ماتش قليل قوي بيخش فيها جوال كتير عادي. وهي الفرقه الوحيده الموسم ده في البريمير ليج اللي دخل فيها جوال على ارضها اكتر من اللي دخل بره ارضها. فدي حاجه تطمنك جدا. لو معاك فاردي سيبه ولو مش معاك اشتريه حتى لو هتجيبه بالماينس. الراجل في اخر 3 جولات جاب 7 في 8 في 16 4 جوال واسيست وحاجه كده عنب. ففاردي خيار اساسي مش هنتناقش فيه بنسبه كبيره. حتى لو بيرنلي خسرت اعتقد انها هتسجل جول. فبيريرا او شمايكل بلاش منهم الجوله دي الا لو هم معاك فسيبهم، لان زي ما قلنا لو هنعمل ماينس يا ريت نعمله في الناس اللي قدام سواء خط الوسط او الهجوم لان دول معرضين انهم يجيبوا نقط اكتر سواء بالاجوال او الاسيست، على عكس المدافعين وحراس المرمى اللي اعتمدوا بالكل بيكون على الكلين شيت اولا ثم الاجوال. فخد بالك من الحته دي. برضه لو هتبص على حد من ليستر ممكن تبص على ماديسون. الراجل برضه عالي وبيعمل اسيستات باستمرار وساعات كمان بيجيب اجوال، فخيار مش وحش خالص. طيب لو هناخد حد من بيرنلي ممكن نبص على بارنز. الراجل بيسجل اجوال وبيعمل اسيست وطبيعي جدا انه ما يكونش ده دايما لانه بيلعب في فرقه زي بيرنلي. فبارنز برضه خيار مش وحش خاصه وان على الورق ليستر سيتي مش هتعمل كلين شيت. لو عايز تجيب حد في الرخيص من بيرنلي برضه فممكن تبص على ويستوود. ايوه اللي جاب الجون في ليفربول الجوله اللي فاتت. لو جيت تبص على حتى قبل الجوله اللي فاتت هتلاقي انه في اخر 4 ماتشات قدر انه يعمل اسيستين. فحد سعره رخيص وفي فرقه ميته زي دي وعنده ماتش على ارضه ممكن يخطف لك اسيست ولا حاجه. ده برضه لو معاك ما تروحش تشتريه لو مش معاك. طيب ويست هام وهدرسفيلد. ويست هام الجوله اللي فاتت حط عليها من كارديف اللي هي واحده من اضعف خطوط الدفاع اصلا، لا وكمان ما قدرتش تسجل جول واحد فيهم. فخلينا متفقين ان هدرسفيلد ما نبصش على اي حد منهم، وخلينا متفقين برضه ان احنا هنريسك جدا لو اتكلمنا على حد من ويست هام. بس برضه هنتكلم لو معكش سنوت جراس ما تجيبوه، لو مش معكش اشتريته اشتريه. اعتقد بنسبه كبيره اشتريته هيسجل الجوله اللي جايه، بل كمان انا بشوف ان ممكن يكون خيار كابتنه كويس جدا. لكن لو عايز تريسك صح بقى وده ما بنصحش بيه في الجوله دي بصراحه هات فيليبي اندرسون. فيليبي اندرسون اخر مره سجل كان في الجوله 19 بتاعت مسجل جونين قدام ساوثهامبتون جاب 15 نقطه، ومن يوميها الراجل غايب عن التسجيل واحنا النهارده بقينا في الجوله ال 31. يعني انت بتتكلم في 11 جوله ما شافش شكل الجول عامل ازاي. طيب هتقول لي بص على الاسيستات، هقول لك انه اخر مره عمل اسيست كان في ماتش ليفربول اللي خلص 1-1 في الجوله 25، يعني الراجل بقى له 6 جولات ما عملش اسيست واحد. يعني نظريا وعلى الورق هو بيجيب النقطتين المشاركه بس، بل كمان في جولات خد فيها كارت اصفر واكتفى بنقطه واحده. بس انت لو عايز تريسك الجوله دي عشان يمكن تنط شويه فما بشوفش خيار ريسكي اكتر من فيليبي اندرسون ولا كمطلق الحريه. طب نخش بقى على ماتش من ماتشات التوب
6 اللي هيلعبوا الجوله دي، وهو فولهام وليفربول، واللي طبعا هيكون في فولهام. اكيد شفتوا ماتش الليفر امبارح كان عامل ازاي، واكيد شفتوا طبعا اللي حصل امبارح، وشفتوا ان انا بنبع في صوتي بقالي 7 حلقات ان ساديو ماني هو اكتر واحد فورمه في ليفربول. هاتوه يا جدعان، ده بقى لو هتجيبه بالماينس وهتكابتنه هيعمل معاك الصح جدا. ففعلا ساديو ماني لو مش معاك اشتريه. راجل في اخر 10 ماتشات على مستوى كل المسابقات سواء في الدوري او في دوري الابطال مسجل 10 اهداف، برجله الشمال وباليمين وبالدماغ، وبيفسح نوير، والدنيا جميله معاه خالص. فماني فعلا هو فورمه ليفربول في الوقت الحالي. برضه فيرمينو الجوله اللي فاتت قدام بيرنلي قدر انه يسجل جولين وكان عامل ماتش عالي قوي، لكنه كان مختلف تماما امبارح في ماتش البايرن، بس في الدوري كان عامل ماتش عالي، وخاصه كمان ان فولهام خط دفاع ضعيف جدا، فالماتش ده فيه جوال كتير يعني. طيب لو جينا نبص على الكلين شيت، فانا بقول لك ان ليفربول هتتعور في جول، فاليسون، روبرتسون، ارنولد، فان دايك، بصراحه الكلين شيت مش مضمون خالص معاهم. بس برضه لو معاك ما تبيعهم بنسبه كبيره، حتى لو ما عملوش كلين شيت، في ارنولد وروبرتسون واحد فيهم يعمل اسيست. طب انا عارف انك مستني السؤال المهم وهو محمد صلاح. بصراحه مش عارف اودي وشي منكم فين، اقسم بالله انا صابر عليه بقى 4 جولات زيكم وما بيعملش اي حاجه، واقصى حاجه عملها كان الجوله اللي فاتت عمل اسيست قدام بيرنلي. بس انا شايف ان اللي خلاك تصبر على صلاح كل ده مش هيحصل حاجه لو صبرت عليه الجوله دي كمان. والله زي ما بقول لك كده عادي يعني. لو بصيت لماتش بيرنلي من نظره ثانيه كده هتلاقي ان صلاح كان احسن واحد في الماتش بلا منازع، وده اللي اكده يورجن كلوب كمان في المؤتمر الصحفي بعد الماتش، برغم انه ما سجلش ولا جول وعمل جول واحد بس من ضمن 4 اجوال، الا انه كان اخطر لعيب على بيرنلي، من اخطر لعيبه ليفربول، وكان هو مفتاح اللعب دايما. ولو جيت تبص على ال4 اهداف اللي دخلوا هتلاقي كلهم عدوا من عليه. كمان لو شفته في ماتش البايرن امبارح فهتلاقيه عامل اسيست لساديو ماني بصراحه عالمي، غمزه بوش الرجل كده مفيش بعد كده بصراحه. فشايف ان صلاح لو معاك لا سيبوا الجوله دي ما تبيعوش. فرقه زي ليفربول هي فرقه من ضمن 2 بس من التوب 6 اللي هيلعبوا الجوله دي، فبالتالي لو قررت انك هتماينس او هتعمل فري هيت فهات 3 من ليفربول، ولو قررت انك هتجيب 3 من ليفربول فبلاش مدافعين. يعني مثلا لو هتجيب 3 من ليفربول وهتريسك بقى فهات ماني وفيرمينو وصلاح، او مثلا هات روبرتسون وماني وصلاح. بس انا بفضل لو انت هتعمل فري هيت او ماينس تحطه في المهاجمين وخط النص عشان نقطهم اكتر مضمونه. طيب هندخل بعد كده على تشيلسي وايفرتون. تشيلسي بصراحه مستواه عليه علامه استفهام كتير، ماتش كويس قوي وماتش زفت جدا، فزي ما شفناه الخميس اللي فات كسب دينامو كيف 3-0 على ملعبه، وبعدين اتعادل مع ولفرهامبتون 1-1 في الدقيقه الاخيره بجول ايدن هازارد. انا لو عليا بصراحه ممكن اقول لك ما تجيبش لعيبه منها، لكن فعلا في جوله زي دي انت محتاج لعيبه تشيلسي، لان هم بس الفرقه من ضمن الفرقتين اللي هيلعبوا من التوب 6 الجوله دي. اخطر لاعب في تشيلسي بلا منازع هو ايجوين، راجل بيشوط وبيسدد كتير قوي على المرمى، وحاسس كده ان هي هتترجم وتخش جول الجوله الجايه، برغم ان ايفرتون رخمه جدا وكمان على ارضها. لكن نصيحه لو هتاخد حد من تشيلسي فبص على ايجوين اول حاجه، ولو معاك فري هيت وقررت تاخد 3 فممكن تبص جنبه على ايدن هازارد. لو قررت كمان انك تاخد مدافع من تشيلسي فمن وجهه نظري بص على اسبليكويتا، هو افضل مدافع في تشيلسي بلا منازع، سيبك بقى من الونسو ومن ديفيد لويز، فاسبليكويتا فعلا هو افضل مدافع. طب نبص على الكابتنه بقى اللي هنختارها بسلاسه جدا عشان ترفعنا الجوله دي، لاننا مش مستحملين اي حاجه الجوله دي. اول كابتن معانا طبعا هو ماني، اكيد مش محتاج اكلمك عنه يعني، فورمه جباره وعنده ماتش سهل، فده كابتن امن جدا. ثاني كابتن امن من وجهه نظري هو تشيتشاريتو، عنده ماتش قدام هدرسفيلد وعلى ملعبه، واعتقد بنسبه كبيره انه هيسجل وممكن يعمل اسيست كمان. بعد كده عندك ويلسون، بورنموث بتستعيد مستواها لما ويلسون بيرجع، ويلسون طالما رجع يبقى لنا فريزر رجع، ففريزر بيشغل ويلسون كتير، فاعتقد بنسبه كبيره انه هيسجل الجوله الجايه. نفس الكلام ينطبق على فاردي اللي هو من وجهه نظري امن كابتن للجوله الجايه. واخيرا ما تنساش لو انت مش عامل اشتراك في القناه تنزل تعمل سبسكرايب من تحت او من هنا، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا او هنا، ولو عايز تدخل دوري القهوه هتلاقي الكود تحت في الديسكربشن او في اول كومنت متثبت، وحاسب على مشاريبك قبل ما تمشي. ولحد ما نشوف بعض الحلقه الجايه، سلام عليكم.